عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله افتح يجي ليه؟ انا اسف على التاخير يا جدعان، اقسم بالله انا يعني غصب عني والله. انا عارف ان انا كل مره اقول لكم برضه ان انا هبدا انزل فيديوهات بانتظام كل مره بعمل مش بعمل كده يعني. المهم يعني اخش في الموضوع على طول. انا بكره اغلب المهرجانات الموجوده وبكره اغلب اللي بيغنوا المهرجانات الموجوده، بس على قد ما الناس ديت عندهم حته ضربه على قد ما هم بيضحكوا فشخ. واحلى حاجه لما يبقى في بيف بين اتنين زي كابونجا وحمو المرشدي دلوقتي كده. دي تقريبا اعبط حاجه شفتها في اخر اسبوعين. تخيل حد بيتخانق، تخيل في بني ادم بيتخانق مع كابونجا. وماله جدع ده سهل، يلا في جدع اخلاق. ليه حد يتخانق مع كابونجا اصلا؟ تعالوا نشوف اول فيديو معانا في الموضوع ده. بقالنا كام سنة عمالين نسمعوا حبس وخبط ورزع ودب وطش، وكلها اتركبت جناحات وكلها طارت وكلها بقت مفيش منها وكلها بيتكسر. حبس مين يابا؟ الرجولة والجدعنة ما بتقولش ان انت تتحبس، الرجولة والجدعنة ما بتقولش ان انا اقف على اما اشتغل، لا يا ابني انت. في 4000 بني ادم كده، في 4000 بني ادم بيتفرجوا على المرشد وهو بيتكلم كده. وعامة هتلاقي اغلب الناس اللي بيغنوا في مهرجانات بتاع كل واحد بيقول حاجه، دي ارجل حاجه بالنسبه له. يعني مثلا تلاقي واحد طالع بيقول ارجل حاجه في الدنيا، مش الرجوله مش كده، الرجوله كده. وهتلاقي اللي بيغني مهرجانات واحد تاني خالص بيقول لك لا الرجوله مش كده، الرجوله كده. فهو كل واحد فيهم عنده مفهوم عن الرجوله هو فاهم يعني. بس انا لحد دلوقتي انا مش فاهم ليه في 4400 بني ادم بيتفرجوا على حمو المرشدي وهو بيعمل كده بدماغه. محدش يبعت اداة تاني يا جدعان بعد اذنكم، مع احترامي لكل اخواتي مش عايز حد يبعت لي اداة تاني. تمام، انا طالع اقول كلمتين واقفل. ايوه هو ده اللي قصدي عليه يا رجاله. يا جدعان ما حدش يبعت هدايا، انا طالع اتكلم يا جدعان، انا طالع اتكلم معاكم، انا مش عايز فلوس يعني. بس اللي عايز يبعت فلوس ماشي، انما ما حدش بقى يضايقني بقى يا رجاله بقى ويبعت هدايا بقى يا جماعه. انا مش ما بحبش كده، انا عايز انا طالع اتكلم مع اخواتي. انتوا مش جمهوري، انتوا مش جمهور يا رجاله، انتوا اخواتي. فاحنا يا جدعان بالصلاة على النبي كده، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. هو انا بيفكر يعني، بيفكر يقول ايه، هو بيجمع الكلام فبيعمل يصلي على النبي كتير. واخر كلام هقوله لك، اديك في السقف تمحر. هو ده حمو المرشدي اللي انا عارفه. دي بقى ايه، دي لزوم الترند اللي على التيك توك يا جدعان. الكلمه دي لزوم الايه الايديت اللي هيتعمل، اللي هو اول ما حمو المرشدي يقول الكلمه دي راح جاي واحد الواد اللي بيعمل ايديت دوت يعمل كده بقى ويهرش بقى وهيفتح كاب كات بسرعه، يجيب الفيديو وحمو المرشدي بيقول اديك في السقف اتمحر ولا مش عارف، بعد كده يجيب اسلام كامونجا مثلا وهو لابس كلوت فتل. اتكلم تاني مش هرد عليك، مش شايفك يا سولوم، يا سولوم غلط يا سولوم، انت خسرت. بتحري دمك تاني ليه؟ عشان في حد ضملك هاكلك انت وهو. ايه رايك؟ عاكلكوا انتوا الاتنين. عكولكم انتوا الاثنين يا جدعان. هو باكج يا جدعان، هو باكج اقسم بالله. بتوع المهرجان دول كلهم باكج، ما فيش حد يعرف يطلع بره الصندوق ده. اقسم بالله هتلاقي حمو مرشدي واسلام كامونجا مثلا الساعه 12 بالليل قاعدين على القهوه عادي بيشربوا كوبايتين شاي مع بعض. هو الفكره كلها في الناس اللي بيسمعوا يا جدعان. يعني بصوا انا نفسي نعرف الناس اللي في الكومنتات ديت، الناس دي بتفكر ازاي. الناس دي متاكد 100% ان هم اعمارهم من 5 سنين ل5 سنين ونص مثلا. بصوا يا جدعان الكومنتات، بص محمد البحراوي يا جدعان، انا اسكندراني وانت جامد احمو الصراحه، احمو الصراحه. ده بقى ايه، بص يا جدعان ده الفهمان، ده الفهمان فتره ترند وافتكروا كلامي ومزخرف الكلام، مزخرف كلمه افتكروا كلامي. فهم دول يا جدعان، دول الناس اللي بيطلعوا ترندات فعلا. اي حد عنده محمد البحراوي عنده في الكومنتات يعرف انك خلاص طلعت ترند. العب بيك انت وهو واللي معاه، العب بيكوا جوله موت. مهرجانات مش قله ادب، احنا مش بتوع قله ادب، مهرجانات فاهمني. وبعدين يا عم انت راجل بتقول ان انت مش عارفه ايه والتيت والشريط. طب يا جدعان طريقه الكلام دي جامده فشخ والله، مش اي حد يعرف يتكلم بالطريقه دي. يعني طريقه الكلام دي محتاجه تدريب 5 سنين عشان تعرف تنزل تتكلم في الشارع مع الناس كده، انما انت حبيت تقلدهم كده وتتكلم زيهم مش تعرف، هيبقى شكلك عبيط يعني. فتعالوا نشوف بقى اسلام كابونجا بيرد على الكلام بتاع حمو دوت ان هو هياكله هو وصاحبه، هيرد يقول ايه. بصوا يا جماعه صلوا على النبي، عشان شايف بيتقال لفظا كده حمو المرشدي لوحده بيعارك اسكندريه وكابونجا وحوده بودا والقيسي. بيعارك ازاي؟ هو ضربني؟ مش فاهم، احنا مش في عركة يا اخواتي. صلي على النبي، صلي على النبي. عليه السلام. انت ركبت الدبابه وبعد ما ركبتها مثلا طب ما الدبابه كده كده بتتركب، هي بتتمشي جنبها. حصل. بص يا جدعان، انا اللي عجبني في اسلام كامونجا ان هو بيتكلم بالمنطق، هو عنده حق. هو حمو مرشدي ركب الدبابه في ايه لما يركب، ما هو طبيعي، ما هو الدبابه ايه بتركب. هو اسلام كامونجا مش فاكر مثلا ان هو في المهرجان انا الدبابه او حاجه زي كده، فحمو مرشدي ان انا اركب ده، قصده ان هو حمو مرشدي بيركب اسلام كامونجا، مع ان الموضوع مقرف قوي يعني. فاسلام كامونجا بيرد دفاعا عن نفسه ان الدبابه بتتركب. يعني انت عبيط يا حمو ولا ايه؟ يا اخويا عليا النعمه وغلاوه عيش،
اخوك ما بيخاف من حد غير ربنا، واخوك عنده ناس تزعل عليه بشر. لا انا بالهبل اللي مسكتهم. بالهبل. طريقة جنس، احلى طريقة جنس. وليد لمبادة، احلى لمبادة. اخوك يا ابني عنده ناس تزعل عليه بشر، اخوك اللي مسكتهم. ايوه يا جدعان طبيعي، اسلام كامونجا عنده ناس هو اللي مسكته، هو اللي رابطهم كده في السرير، اللي هو لو قال لهم اعمل لهم كده قال لهم كانش هيفشخوا محمد مرسي. بس يعني ايه، يعني هو اللي ساكت بس لاجل بنته. هو كان منزل فيديو قبل كده بيقول انا ساكت عشان بنتي. فهو اختصار يعني ان اسلام كامونجا خايف من محمد مرسي يعني. في جود دخلاوي حاسه بيعمل كده على اسلام كامونجا، اللي هو بيطبطب عليه كده بيقول له حصل خير والله. هو مش قصده ان هو ركبك انت، قصده ان هو ركب الدبابه. بس اما تطلع تتكلم ما تقولش والنبي يا جماعة بصوا اخواتي. لا مش عايزين الكلام ده، عايزينك تبقى محترم، تلبس بدله نجيفه كده، تروح عند احمد لطفي او عند اي حد، تلبس بدله محترمه، تتكرم عشان هتلاقيني في وشك لابس بدله اجمد، بقول كلام احسن. هي الدنيا كده طبقات. اتجهز كده، اتجهز وانت رايح لايه، الاسلام كابونجا كده عشان هتلاقيه في وشك بيقول كلام احسن منك بقى وبتاع. انا مش عارف ايه الكلام اللي انت هتقوله احسن منه، انتوا كلامكم انتوا الاثنين خرا يعني. انتوا كلامكم كله ايه، عباره عن ايه المهرجانات دي يا جدعان دايره على ايه؟ جايه المهرجانات 5 حاجات، اللي هو الصحاب، فلوس، الغدر والخيانه وحبيبتي. هم 5 بس هم نفس الحاجه. يا جدعان انا اسف يابا، انا اسف لاخويا اسلام كابونجا، واسف لاخويا حوده بودا، واسف لاخويا القس الوحداني، واسف لاي اخ يابا، واسف لابو ليلى، واسف لاي حد يابا. حقكم على راسي يا جدعان، انا اسف لكم بغلاوه امي، وانا يابا والله العظيم ما كان قصدي اكتم نفسكم. لا 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 يا حمو، ما تهزرش في الحاجات. انا كنت فاكرك بتأسف انت يا حمو. انت كنت في نظري هنا وبقيت هنا، بس الحمد لله رجعت احسن من الاول تاني. انت ملك جيلك يا حمو. تعالوا شوفوا يا جدعان بقى ايه الكومنتات تاني يا جدعان. تعالوا شوفوا الكومنتات بتاعت الفيديو ده. ديشا نزل سولو سكواد، مين معاه المرشدي احسن مغني 2026، ايموجي النار وجنبه ايموجي الواد اللي لابس نضاره. بس يعني انا بحمد ربنا يعني، انا الحمد لله انا فعلا قلقت على حمو المرشدي جدا يعني ان هو يعمل كده، بس قدر ولطف يعني. الحمد لله ان ربنا سترها معانا وحمو المرشدي طلع كاتب من فاسفين. انا بقول لك يا جدعان نطلع من موضوع المهرجانات ده شويه يعني بصراحه، ونكمل في التيك توك كعاده عشان الموضوع مستفز جدا بصراحه. انا بص يا جدعان جبت لكم واحده كويسه يعني، واحده من زمان قوي اللي فاكرها يعني، غدا شحاته يا جدعان. حد فاكر غدا شحاته؟ غدا شحاته دلوقتي بقت يا جدعان، بقت عارفين اللي هو الكاركتر بتاع الام. هي بقت كاركتر بس هي مش على فكرة أنا عسولة أصلا، تمام؟ أنا قمر، أنا عسل، أنا سكر وخلصنا. أنا حلوة، ماشي؟ واسمها إيه؟ أنا أمورة، أنا كتكوتة، وكل الحاجات. بشكر. بص والله انا مش عايز نتكلم بطريقه مش كويسه عشان اعتقد ده هيبقى عقوق يعني. بس يعني الفيديو اللي انا شفته دوت من الفيديوهات الوحشه، اللي مشاها الوحشه يعني. الفيديو دوت من اوحش الفيديوهات اللي انا شفتها في حياتي. وده يعني ده ما ينكرش انك جميله اكيد طبعا يا استاذه غاده يعني، بس جميله يا استاذه غاده يعني. بصي أنا ما زلت نازلة الكبكب ناو وكل الحاجات، بس هم خدوني شوية غسيل ومكوى، بهدلوني يابا الحاج، بهدلوني، والشكوى لغير الله مذلة. بهدلوني الولاد، بهدلوني والله العظيم يعني، تعبني جدا يعني. انا لسه زي ما انا، خلي بالك يعني، انا لسه نازل كوكب ناو وكل الكلام ده، بس ايه اتبهدلت والله وتعبت يعني. حاجه في قمه الارهاق. بس يعني مهما عملت برضو الحمد لله هي احسن بكتير قوي من الاول. انا اللي فاكرها الاول يا جدعان الحمد لله انها بقت كده يعني. لو حد شاف استاذه غاده دلوقتي لاول مره هيقول ايه العبط ده برضه، بس في نفس الوقت اللي هو لو حد شافها زمان هيقول لا دي كده احسن بكتير. فانا متقبل يعني التغير او الترانسفورميشن ده. في حاجة كده عايزة أقولها، إيه كمية الستيكرز اللي أنتوا عاملينها لي في الكومنتس دي؟ إيه ده؟ دي تعمل بيها كتالوج يا حبايبي، واختار بقى مالتيبل اوبشنز ومش عارف ايه، والبابل شيت بتاعتكم دي والحاجات دي. في لكن في الاخر هتقول لو في اولاد بس يعمل بص يعني شخصيتها القديمه رجعت في الاخر كده في اخر ثانيه، بس هي قطعتها يعني. وبس يا جدعان نكون قفلنا القضيه. انا عارف ان الفيديو قصير بس يعني ايه، ان شاء الله هننزل فيديو تاني في الاسبوع دوت وهكذا برضه ان شاء الله هننتظم يعني. بس كده، سلام. انت ركبت الدبابه وبعد ما ركبتها مثلا ما الدبابه كده بتتركب، هي بتتمشي جنبها.